بيبدأ الفيلم بضابط في البحرية اسمه شين وولف، وبيكون في مهمة تحرير عالم اسمه بلامر اللي بيكون مخطوف بقاله 72 ساعة. وبنعرف ان بلامر اخترع برنامج دفاع ضد الصواريخ اسمه برنامج الشبح، وان العصابة اللي خطفته عايزة تسيطر على بلامر وتعرف مكان البرنامج. وبتكون العصابة خاطفة بلامر في يخت ومأمنة بطيارة هليكوبتر ولانشات صغيرة حواليه. وبيقدر وولف انه يعطل اليخت عن طريق قنبلة كهرومغناطيسية بتوقف محركات اليخت عن العمل، وبيتخلص من الحراس اللي على سطح اليخت ويحدف قنبلة صغيرة على الطيارة فتتدمر تماما. ويقدر بعدها انه يطلع على سطح اليخت ويوصل فعلا لبروفيسور بلامر وينجح في تحريره. وبتكون في طياره تابعه للبحريه في انتظارهم على الشط، بس لما بيطلع وولف للطياره بيلاقي الطيار ميت، وبعدها بيتضرب النار على وولف. وبعد شهرين بنشوف وولف بعد ما اتعالج من اصاباته، وبنعرف ان بلامر مات وبرنامج الشبح لسه مفقود. وبيقرر الجنرال بلير انه يبعت وولف في مهمه من نوع خاص، وبيقول له ان زوجة بلامر اتصلت بيهم وقالت لهم ان في صندوق امانات في بنك في سويسرا باسم بلامر. وبنعرف ان بلير هيسافر معاه لهناك عشان يعرفوا ايه اللي في الصندوق ويرجعوه، خصوصا ان احتمال كبير يكون برنامج الشبح. ويطلب من وولف ان خلال الفتره دي يحمي اولاد بلامر، خصوصا ان خلال الايام اللي فاتت شخص مجهول قدر انه يدخل البيت ويفتشه. ويطلب بلير من وولف يدور على برنامج الشبح خلال وجوده في البيت، لان بلامر ممكن يكون خباه في بيته. وبعدها بيوصل وولف البيت بلامر، ولما تشوف لولو بنت بلامر بتخاف منه وتقفل الباب في وشه. وبعدها بتفتح جولي زوجة بلامر الباب لوولف وتبدا تعرفه على اولادها الخمسه اللي بيكونوا اسمهم زيوي وسيس ولولو بيتر وتايلر. وبتعرفوا كمان على هيلجا جليسة الأطفال اللي بتهتم بابنها الصغير تايلر. وبتقول جولي الولف إن زوي وسيس متأثرين بموت بلامر على الرغم إنه كان مسافر وبعيد عنهم معظم الوقت. وخلال كلام وولف مع جولي بتيجي بطة مربينها معاهم في البيت وتعض وولف. وبعدها بيبدأ بلامر يأمن البيت ويركب كاميرات في كل مكان. وبتودع جولي أولادها الخمسة وبتطلب منهم إنهم يسمعوا كلام الملازم وولف. وبتسافر جولي وتبدأ مهمة وولف مع الأولاد. وبعدها بيلاحظ وولف إن الأولاد مش منظمين وعايشين في فوضى. في الوقت ده بيلاحظ وولف ان في حد بيتسلل وعايز يدخل البيت، فيروح وراه ويقدر انه يمسكه، ويطلع ان ده سكوت صديق زوي اللي بتكون عايزاه يطلع معاها البيت، بس بيرفض وولف ويمنعه من الدخول. فتتضايق منه زوي وتحاول تضربه، بس بيمسك وولف رجلها ويدخلها لاوضتها. وبعدها بيشوف وولف هيلجا وهي بتعمل رقصه غريبه لبيتر وتايلر عشان يناموا. وتاني يوم الصبح بيصحي وولف البيت كله الساعه 6 على الرغم ان ده يوم اجازتهم. ولما بيرفض سيس انه يقوم من على السرير بيحدفوا وولف ويوقعوا من على سريره. وبيكلم وولف الاولاد على الفطار ويطلب منهم يسمعوا كلامه عشان يقدر يحميهم. وبيلبسهم وولف كمان اساور عشان يعرف تحركاتهم، بس بيكون سيس اختفى من قدامه فيروح يشوفه في اوضته اللي بيكون بابها مقفول، فيحس وولف بالخطر فيكسر الباب، بس بيكون سيس في الحمام اصلا، فيزعق لوولف اللي بيلبسه الاسوره ويسيبه ويمشي. وبعدها بتيجي زي سيس اللي بيتفقوا انهم يطفشوا وولف من بيتهم، فيدلقوا الزيت على السلم عشان يزحلقوا وولف، بس لحسن حظه بتنزل هيلجا على السلم بداله فتقع وتتدحرج بداله من على السلم. في الوقت ده بيكون جولي والجنرال بلير في البنك في سويسرا، وبنعرف ان صندوق امانات بلامر ليه كلمه سر لازم يعرفوها عشان يقدروا انهم يفتحوه. وبنرجع بعدها لهيلجا اللي بتكون لمت شنطتها وهتمشي من البيت، فيحاول وولف انه يمنعها بس بتعضه هيلجا في كتفه وتهرب من البيت. وبعدها بيروح وولف للاولاد ويقول لهم ان امهم هتتاخر كمان كام يوم عشان بتكون مش عارفه كلمه السر بتاعت الصندوق. وبيكون الاولاد عندهم حاجات كتير يعملوها، فيقول لهم وولف انه هيساعدهم يعملوا الحاجات بتاعتهم كلها. في الوقت ده بيعمل تايلر حمام فيطلب وولف مساعدتهم انه يغير له، بس كلهم بيسيبوه لوحده. وبيكون وولف اول مره يغير لطفل صغير. وبعدها بيجهز وولف حاجات الاولاد عشان يوصلهم لمدارسهم. وبيكون الاولاد متاخرين على المدرسه، بس بيقدر وولف انه يوصلهم بسرعه كبيره. وبيقابل وولف نائب مدير المدرسه اللي اسمه مورني، وبيكون مورني متضايق ان الاولاد على طول بيوصلوا للمدرسه متاخر. وبيعرف وولف نفسه لمورني اللي بيتريق عليه ويقول عليه جليس اطفال. وبيعرف مورني وولف ان سيس غاب عن كل تمرينات المصارعه اللي هو مسؤول عنها. وبيقول له كمان ان زوي غابت عن 22 حصه سواقه من اصل 23. وبيوصف اولاد عيله بلامر بانهم اسوأ اولاد في المدرسه. في الوقت ده بتوصل كلير مديره المدرسه اللي بيكون واضح انها لطيفه على عكس مورني، وبتكون عارفه ان وولف ظابط في البحريه وانه مهمته حمايه اولاد بلامر، فتدي لولف اذن انه يفضل في المدرسه لحمايه ومراقبه الاولاد. فيفضل وولف في المدرسه يراقب الاولاد، فيشوف سيس وزمايله بيضايقوه وبيتنمروا عليه عشان وولف معاه في المدرسه لحمايته، فيروح وولف ويبعدوا عنهم. بس بيجي مورني ويستفز سيس ويعرض على وولف انه يحضر مره تدريب المصارعه ويتصارع معاه قدام الاولاد. وبعد ما بيمشي مورني بيكون سيس متضايق من وولف فيسيبه ويمشي. وبعدها بيصفر جهاز الجي بي اس اللي مع وولف، فيعرف منه ان زوي اتحركت ومشيت من المدرسه، فيسيب بيتر وتايلر مع كلير ويجري بالعربيه بسرعه ورا اشاره الجي بي اس. وبيوصل وولف المكان الاشاره اللي بيكون عباره عن بلاعه للصرف الصحي، فيضطر انه ينزل جواها ويقرب من الاشاره ويلاقي اسوره زوي وسط المايه القذره، فيمسكها وولف بعد ما اتبهدل. وبعدها بيرجع للبيت، وبتكون كلير وصلت الاولاد للبيت فتحاول تعرف
ايه اللي حصل لولف، بس بتكون ريحته صعبة جدا فتمشي حفاظا على جيوبها الأنفية. وبعدها بياخد وولف دش، ولما بينزل الدور الأرضي بتكون لولو مع صاحباتها اللي في فريق الكشافة، وبتطلب لولو من وولف انه يساعدها يعملوا كوكيز ويبيعوها كجزء من نشاط الكشافة. فياخدهم وولف عشان يبيعوا الكوكيز بتاعتهم ويوصلهم لمول كبير. ويروح وولف يشتري طلبات البيت، فيجي فريق كشافة تاني من الأولاد ويضايقوا لولو وفريقها وياخدوا الكوكيز بتاعتهم ويرميها لهم على الأرض، فتجري لولو وصاحباتها من قدامهم. فلما يخرج وولف من المول بيرجعهم للبيت مرة تانية. ولما بيرجع وولف للبيت بيلاقي سكوت صاحب زوي عامل حفلة وعازم فيها ناس كتير. فيقفل وولف الموسيقى ويقول لهم ان الحفلة انتهت، ويأمرهم انهم ينظفوا البيت ويرجعوا زي ما كان قبل ما يمشوا، ويجبرهم انهم يسمعوا كلامه وينظفوا البيت. في الوقت ده بيلاقي وولف اسطوانة مكتوب عليها الشبح، فيفتكر ان ده البرنامج. وبنلاحظ ان في اتنين بيراقبوا وولف والبيت. وبعدها بتتخانق زوي مع وولف عشان احرجها قدام صحابها، بس وولف بيقول لها ان لو اصحابها كانوا بيحترموها ما كانوش بهدلوا بيتها بالشكل ده. في الوقت ده بيهجم اتنين ملثمين على البيت، فيقول وولف للاولاد يروحوا لاوضتهم، وبيقدر وولف انه يضرب واحد منهم بسهوله، بس بيقوموا يهجموا الاتنين على وولف، بس بيقدر وولف انه يسيطر عليهم ويقدر انه يضربهم فيهربوا من الشباك. وبعدها بيطمن وولف على الاولاد وبيعرفهم ان في ناس خطره عايزه توصل لبرنامج الشبح اللي ولدهم اخترعه. وبعدها بيشغل وولف الاسطوانه اللي لقاها، بس بيطلع انه متسجل عليها فيلم قديم باسم الشبح. وتاني يوم بيروح وولف مع زوي حصه تعلم السواقه، بس بتفشل زوي انها تسوق العربيه وتعمل حادثه صغيره. وبعدها بيروح وولف ويقابل مورني وكلير عشان سيس بيكون صابغ شعره للون الاصفر، وبيكون معاه في شنطته شعار حزب او جامعه محظوره. فلما يرجعوا للبيت بيحاول وولف انه يفهم من سيس اللي حصل، بس بيكون سيس مش عايز يتكلم فيسيب وولف ويمشي. وبعدها بيشوف وولف سيس وهو بيهرب من اوضته، فيروح وولف وياخد عجله واحد من الاولاد ويجري بيها ورا سيس اللي بيقابل مجموعه من اصحابه، ويدخلوا المكان فيدخل وراهم وولف. وبيكون سيس مشترك في مسرحيه عن الحزب او الجماعه المحظوره دي، فيشوف وولف سيس وهو بيمثل على المسرح، بس بيغلط سيس في رقصه. فيتعصب المخرج عشان ميعاد العرض قرب ولسه بيغلطوا، فيقرر المخرج انه ينسحب من المسرحيه. فيروح وولف لسيس ويبدا يحفزه ويشجعه على الاستمرار في الحاجه اللي بيحبها. وبعدها بيتكلم وولف مع الممثلين الموجودين في المكان ويقول لهم انه مستعد يخرج المسرحيه دي. وبالليل بيحاول وولف انه يعمل الرقصه بتاعت بيتر عشان ينام، وبنعرف ان بلامر ابوهم هو اللي صمم لهم الرقصه دي. وتاني يوم بيخلي وولف زوي هي اللي تسوق العربيه عشان تثق في نفسها وبتقدر انها توصلهم للمدرسه بالسلامه. وبعدها بيقابل وولف كلير اللي بتقول له انها ملاحظه ان تصرفات الاولاد اتغيرت للافضل، وبيظهر على وولف انه معجب بكلير اللي بتبدا هي كمان تعجب بيه. وبعدها بيجي مورني اللي بيكون طرد سيس عشان كان سايب تدريب المصارعه وبيتمرن على المسرحيه، ويبدا مورني يهزق سيس قدام وولف. فيقول سيس لمورني انه مش هيكمل في المصارعه وانه عايز يمثل في المسرحيه. فيتدخل وولف في الكلام ويقول لمورني انه مستعد يلعب معاه ماتش مصارعه مقابل انه يسيب سيس يمثل وما يضايقوش تاني. وبعد اليوم الدراسي بيبدا ماتش المصارعه بين مورني وولف، فيضرب وولف مورني بكل سهوله ويقدر انه يهزق مورني ويضحك عليه المدرسه كلها. فيفرح سيس اللي بتكون علاقته اتحسنت مع وولف. وبعدها بيمرن وولف لولو وفريق الكشافه عشان يتعلموا يدافعوا عن نفسهم، ويهتم بزوي وسيس اكتر، فتقدر زوي انها تتعلم السواقه ويقدر سيس انه يتحسن في رقصه المسرحيه. وبيقدر وولف كمان انه يعمل الرقصه لبيتر زي ما كان والده بيعملها له. وبعدها بتروح لولو وفريقها يبيعوا الكوكيز وبييجوا الاولاد عشان يرخموا عليهم، بس بتقدر لولو وفريقها انهم يضربوهم ويدوهم درس عمرهم ما هينسوه. في الوقت ده بتكون جولي لسه بتحاول توصل لكلمه السر، وبتقدر جولي بعد اسبوعين انها توصل لكلمه السر، فتفتح الصندوق هي والجنرال بلير فتلاقي فيه مفتاح شكله غريب. وبعدها بيفرح الاولاد ان امهم خلاص راجعه، بس بيكون وولف زعلان انه هيسيب الاولاد بعد ما اتعود عليهم. في الوقت ده بيروح وولف يصلح باب اوضه سيس، فتتحشر رجل البطه في فتحه صغيره في الارض. فيكتشف وولف مخبأ سري تحت البيت، فيكلم الجنرال بلير ويقول له انه وصل لمخبأ تحت الارض في خزنه مصفحه، وان الخزنه دي ليها مفتاح شكله غريب. فيقول له بلير انهم في طريقهم للمطار خلاص. وبعدها بتوصل جولي للبيت وبتكون مندهشه ان البيت نضيف ومش متبهدل، وبيكون الاولاد محضرين ليها يافطه ترحيب، فتفرح جولي بيهم جدا. ويروح وولف مع الجنرال بلير اللي بيكون معاه المفتاح، بس بيوصل الاثنين الملثمين اللي بيكونوا جيران عيله بلامر، ويكون بلير هيديهم المفتاح، بس بيهاجمهم وولف ويبعد المفتاح عنهم. بس بنعرف ان بلير خاين ويضرب وولف على راسه. وبعدها بيكتف بلير الاولاد وياخدوا جولي لمكان الخزنه، فيحط بلير المفتاح فيتفتح باب الخزنه، بس بيكون في ممر طويل قدامهم، وبيكون الممر فيه افخاخ كتيره. في الوقت ده بيقدر الاولاد انهم يفكوا نفسهم وينجحوا انهم يضربوا الراجل اللي خاطفهم، ويقدروا كمان يهربوا منه. ويروحوا لولف اللي بيكون فاقد الوعي ويقدروا انهم يفوقوه، فيقول لهم يروحوا يطلبوا المساعده. فتاخد زوي العربيه ويجري وراها شان اللي كان خاطفهم، وبيحاول شان انه يضرب عليهم النار، بس بيقدروا انهم يخلوه يعمل حادثه. وتبدا الشرطه تجري ورا عربيه زوي. في الوقت ده بيروح وولف المكان الخزنه وبيقول
بيخلي بلير انه يعرف ازاي يفتحها، بس يسيب الاولاد وامهم وما يأذوهمش. فيفتكر وولف كلمات الاغنيه اللي كان بلامر بيغنيها لابنه قبل النوم، فيبدا يعمل حركات الرقصه، فينجح انه يوصل للخزنه اخيرا. فيروح بلير عشان ياخد برنامج الشبح من الخزنه، بس بيقول وولف في اخر جزء في الاغنيه، فيتفتح باب الخزنه ويخبط بلير في دماغه فيفقد الوعي. وبياخد وولف وجولي برنامج الشبح اللي بيكون عباره عن شريحه صغيره. في الوقت ده بيكون زيوي راجع للبيت ووراه عربيات الشرطه، وبيوصلوا فعلا البيت فيوقفهم رجال الشرطه، بس بيجي شان من وراهم ويهدد الشرطه بسلاحه. فيروح وولف عشان يسلمه برنامج الشبح، بس بتيجي البطه وتعض شان وتضيع مستقبله، وتهجم كلير على شان من وراه وتوقعه على الارض وتقبض الشرطه على الجنرال بلير واللي معاه. وبعدها بنشوف وولف وكلير اللي بيكونوا بدأوا يحبوا بعض، وبيقدر سيس انه يمثل مسرحيته وينجح وولف انه يخرجها بشكل جيد ويخلص الفيلم. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. اشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.